بحب يخلصوا من الاحتلال يلتقوا مناضلينه على هدف واحد هو إنهاء الاحتلال. فكان اللقاء الأول هو في داخل المعتقلات. هذا كانت علاقة اللي مثل الروح والجسد كانت تتجسد بيننا وبين الجولان. وأنا بدي أحكي مش من فكاهة. كمان الجولان والجنين متوحدين بالجيم والنون بأول حرف وآخر حرف، وبينهما مربوط بشكل واضح. احنا حقيقة بالنسبة للتعليم كل شعوب الشرق الأوسط متسلح فيه، السوريين الفلسطينيين كل العالم العربي بحاول يسلح أبنائه بالعلم، لأنه ظلمنا على مدار التاريخ، ظلمنا من الاستعمارات، حاول من التتريك لحد الاحتلالات كلها تحاول دائما تسلبنا حرية التعليم. احنا بالنسبة أول شيء يا أخي إخوان بدنا كتاب مشان احنا نحل إذا لا سمح الله أطالت الوضع التعليمي في سوريا الطلاب. بدنا رسالة شان احنا نروح فيها على التعليم العالي في فلسطين، نتعلم مع أبنائنا في الجولان. أنا هاي ذات بس الدكتور عندنا حيتحدث عن الجامعة، وهي مهمتي إنه اللي بسنة رابعة ولا بسنة ثالثة ولا بسنة خامسة ولا بسنة على أفاق الأولى على القليل نقدر نفتح له آفاق. أيوة. الجامعة العربية على أساس الجامعة تهتم بالعلوم أكثر اهتمام، يعني ليس اهتمام بالعلوم الإنسانية، تاريخ وجغرافيا ولا تاريخ، أكثر اهتمام حتى إنها تقدم العلم وتقدم الكفاءة وتقدم الخبرة لأبنائنا. احنا بنقول صحيح ان الجامعة العربية الأمريكية نعتبرهم أهل. هلا طبعا في قضايا زي ما أنا حكيت للوفد، طبعا في قضايا فنية لازم نعالجها. طبعا احنا زي أي جامعة في العالم لما بتقدم لها طالب لازم نتعامل مع هاي القضايا الفنية، نشوف شو التخصصات اللي ممكن يكون في اهتمام فيها. وزي ما حكى أبو موسى احنا عندنا 28 تخصص على مستوى درجة البكالوريوس، وعندنا تخصصين على مستوى الماجستير. تخصصات بالأساس تخصصات طبية، طب الأسنان، التمريض، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التحاليل الطبية. فعندنا منحى طبي عريض جدا بمختلف أنواع التخصصات الطبية المختلفة. عندنا طب أسنان، مختلف التخصصات اللي لها علاقة في تكنولوجيا المعلومات والهندسة، العلوم المالية والإدارية، المحاسبة وإدارة الأعمال. فينا العديد من التخصصات، لكن احنا الصحيح بنبتعد عن التخصصات التقليدية، ما عندناش التخصصات الأدبية والإنسانية بشكل عام. فبلزم إنه طلابنا وأهاليهم يكونوا على معرفة دراية وشو ممكن الجامعة العربية الأمريكية تقدم وشو ما بتقدم. فأنا هون إذا في أي سؤال حول التخصصات اللي ممكن تطرحها الجامعة نتعامل معها. هلا هون الصحيح زي ما أنا حكيت للإخوان في الوفد، إحنا طبعاً إذا بدنا نتعامل مع الحالات الفردية نتعامل معها زي يعني أي طالب من الجولان الآن بيقدر يقدم للجامعة العربية الأمريكية يمشي حسب النظام. بس إحنا هون مش عشان هيك، لأن هالجامعة أصلاً فاتحة أبوابها. إحنا بنقول الآن إذا إحنا بنمر في مرحلة طارئة بدنا نتعامل مع قضية جماعية. اليوم عندنا عضو المحافظ أبو موسى عضو مجلس الأمناء، محافظ محافظة جنين بعلاقاته. المطلوب هو أن نحاول نساعد الطلاب بصورة جماعية، نحاول نعمل إشي استثنائي لأبنائنا اللي ما تمكنوش من الوصول لجامعات. هلا شو اللي بدنا نعمله بيعتمد على شو هو المطلوب. فأنا حاب أسمع يعني شو هي الأشياء اللي ممكن الجامعة تساهم فيها وتساعد فيها، سواء على المستوى العلمي، سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي. فأنا يعني سعيد إني أكون منكم، وسعيد إني أكون جزء من تقديم هذه المساعدة
لأهلنا وأبنائنا وإخوتنا في الجولان. مرة ثانية أنا بعبر عن سعادتي وفخري بالشعب العربي السوري في الجولان، وبشعر بانتماء شديد لهذه الأرض اللي أول مرة أطاها. شكرا لكم على الزيارة، وإن شاء الله نشوفكم كمان مرة. احنا نتامل انه تكون مش اخر مره، اول مره بس مش اخر مره ان شاء الله. انا كمان بتامل. اللي تفضلت فيه اللي كنا عندكم افضلكم تصور نزل على الموقع انه صح، والناس يعني اطلعت على جزء منه، فالافضل انه كمان مره الوافد اللي كانوا والزياده اللي لسه موجودين زياده يسمعوا شو في، وفي ستهم يعني بشكل خاص عن بنتها عندها اسئله يعني عندها اسئله محدده. فنحن بنشكركم على الاستقبال اللي استقبلتونا فيه وعلى احساسكم. بس بالنسبه لاخونا ابو موسى، نحن يعني مش التقينا بالسجون، نحن شفنا بعضنا بالسجون، نحن ملتقيين لما نخلقنا، نحن ملتقيين مع بعضنا بس شفنا بعضنا وجها لوجه بالسجون. فهي احدى ايجابيات الاحتلال انه تعرفنا وجها لوجه على بعضنا. من فوائد الاحتلال. من فوائد الاحتلال اللي كله سلبي ما عدا هي الناحيه. وطبعا هون انتم بترحبوا فينا، يعني احنا مرحبا اهلا وسهلا كمان بكل اللي موجودين، ونتامل انه طموحاتنا وطموحاتكم تتحقق ان شاء الله. أنا أم لطالبة كانت عم تتعلم بسوريا سنة ثالثة طلعت طب سنين لأجل الأوضاع اللي صارت هناك. أنا معش يعني إنه بدي أبعث بنتي. رحنا على جنين على جامعة كثير حلوة ومرتبة، يعني أنا حبيتها كثير الجامعة والبنت حبتها كثير. قعدنا هونيك مع مسؤول عن التسجيل، إنه حكينا إنه يعني أنا هاللي بطلبه أنا الامور العاطفيه. طبعا احنا بهمنا انه اي طالب بده من الجولان او غير الجولان يكون بالفعل قد المهم، لانه بالاخير هذول الطلاب اللي اليوم كانوا بطب اسنان او بالطب العام راح يكونوا بالمستقبل اطباء. يعني نحن كمان مهتمين انهم يكونوا قد المسؤوليه، يعني الناس قد المسؤوليه. يعني طبعا بنرفض اي انسان فيش عنده هي القدرات انه كان يكون ابني او غير ابني، لأن هنا نتعامل بالقضية العاطفية. في أكيد مقومات الموجودة عند كل جامعة كيف الطالب ينقبل وشو الأشياء المطلوبة. بس طبعا في وضع مثل ما حكيت في وضع استثنائي يعني لازم ناخذه بعين الاعتبار، لأن في عندنا نوعين من الطلاب اللي ممكن يقدموا بشكل جديد مثل في دمشق أو أي محل ثاني. دول بيتعاملوا مثل أي طالب آخر، عنده الكفاءات وعنده المقدرة فيقبل على الجامعة وهيك وهذه الحالة تقديراتي حسب ما بعرف عن الجامعة انه في عدد من الطلاب اللي من الداخل بيتعلموا بالجامعة ومعهم البقروت الإسرائيلية، وفي شروط قبول مثل أي جامعة. طبعا وهذا كل موضوع له خصوصيته. بس يبقى الطلاب اللي هن موجودين بمرحلة كيف التعامل، يعني مش عندك أي وثائق رسمية تثبت للطالب انه هو بمعدل جيد بمعدل وسط او بمعدل ممتاز او شو المواد اللي خلصها. بس الشغله الثانيه انه اذا بيقدر الطالب لنقول يفوت لا، هل بيخضع ممكن يخضع لفحوصات او فحص سريع او تقييم معين انه بالفعل هو مؤهل لسنه ثالثه، مؤهل لسنه رابعه، لان الطالب يقول اني سنه ثالثه. سؤال جزير الشرح هذا جزيري. النظام التعليمي من جامعة لجامعة بيختلف، من دولة لدولة. نظام الكورسات، في نظام السنوات. بس الآن هاي نظام السنوات هي مجموعة من المسافات واخذها الطالب في خلال